السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة أهلا الله وسهلا. وبركاته. معي مسابقة بمناسبة شهر رمضان. إذا بإذن الله تعالى بإذن الله. جاهزة المسابقة مدعومة من مكتب دبي تعلموا أربح في شهر رمضان. أوكي تفضل، إيه هي المسابقة؟ أغفل التعليقات، خليني أقول لك الشروط. أغفل التعليقات أسئلة وأجوبة يا أخي. علشان لا حد يغششك ويغششني يعني. أوكي حاضر. عارفين أغفل التعليقات؟ حاضر هقفلها. 3 نقاط تحت، بعدين إعدادات، بعدين إعدادات التعليقات، أول خيار غفل. قفلتها. أحسنت قفلتها. يا أختاه، بارك الله فيك. المسابقة هي عبارة عن 5 أسئلة، إذا جاوبتي 4 إجابات صحيحة تربحين $150 اللي هو أسد. بإذن الله تعالى. أوكي. هذا حاليا الادمن ينتقل الى حسابك ويبعث لك اذا ربحتي. طبعا معك وسيلتين مساعده. الوسيله الاولى الاستاذ حسين معنا يساعدك في سؤال، اسئله دينيه طبعا يساعدك في سؤال، ومعك ايضا الشيخ ابو عبد الله موجود على الهواء مباشره. الشيخ ابو عبد الله هو من المملكه العربيه السعوديه وموجود معنا يتابعنا ويسلم عليكم ويقول لك كل عام وانت بخير. موجود. ما هو اسم الأستاذ كريم، ما هو اسم الأخت حتى نسجل؟ إن شاء الله ستربح بإذن الله تعالى. شو اسمك اختي الكريمه؟ اسمي إيمان. إيمان، الله يحفظك يا أختي إيمان، الله يحفظك بإذن الله تعالى. جاهزه؟ 5 اسئله، اريد 4 اجابات صحيحه، وسيلتين وخيارين مساعده عندك. أوكي تفضل. إيمان لا تقبلي دعوات لأنك أنت المتسابقة هنا، لا تقبلي دعوات إذا أتتك. أوكي ماشي. ربط الحزام. السؤال الأول: نبي من أنبياء الله عاش مسحورا ومات مسموما. عليه الصلاة والسلام. عايشة إيه؟ عاش مسحور، متأثر بالسحر، ومات بالسم، قتلوه بالسم، مات شهيدا. صلى الله عليه وسلم. هو لازم أول سؤال لازم يبقى فيه وسيلة مساعدة ولا مش أول سؤال؟ كيفك أنت عندك وسيلتين مساعدة تختارينهم متى ما تريدين، أول الإجابة آخر الإجابة. أنا أريد منك 4 إجابات صحيحة. يعني أنت عاوز مني أنا أجاوب على 4 أسئلة صح؟ أيوة، هن 5 أسئلة، واحد خطأ مش مشكلة، 4 صح لازم. هم 5 أسئلة، كل مسابقة هي 5 أسئلة. المسابقة كل سؤال يطول دقيقتين، فهي كل مسابقة. طب ما في اختيارات ولا ما فيش؟ ما فيش اختيارات. نبي من أنبياء الله عاش مسحورا ومات مسموما. لديك وسيلتي مساعدة، إذا استنفذتهما فيبقى عليك الإجابة على السؤالين الأخريين بشكل صحيح. طب ممكن ناخد وسيلة المساعدة في أول سؤال؟ تردين الأخ حسين ولا الشيخ أبو عبد الله؟ خلينا في الشيخ حسين. تفضل أستاذ حسين. شكرا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما النبي الذي عاش مسحورا ومات مسموما سأعطيك خيارات، وركزي معي وركزي بالكلام الذي أقوله. حديث السحر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في البخاري ومسلم، في صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله. وهذا النبي هو أما إبراهيم أو موسى أو يوسف أو محمد عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم يوسف وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأحاديث سحر النبي في البخاري ومسلم، ووفاته بالسم شهيدا. إبراهيم يوسف. أستاذ حسين مين مع إبراهيم يوسف؟ موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. موسى ومحمد. أنا أشطب لك يوسف، أساعدك. إبراهيم ومحمد صح؟ إبراهيم محمد وموسى. هم من أربع اختيارات ولا هو 3؟ حذف واحد، هو حذف لك يوسف. أنا حذفت يوسف لك، طيحت لك يوسف علشان يوسف في موسى وفي محمد وفي إبراهيم. إبراهيم وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول موسى. إجابة نهائية؟ قلت لك في البخاري ومسلم، ركزي يا أختي. طب قولي الحديث تاني معلش.
سحر النبي في البخاري ومسلم، موسى في التوراة، ركزي، في البخاري ومسلم يخص نبي آخر، موسى يخصه التوراة أنزل من الله، أما في صحيح البخاري ومسلم سنة من البخاري ومسلم؟ ركزي. صحيحي البخاري ومسلم سنة أي نبي؟ الله يبدع من البث رجال. نبينا محمد. ركز. اختفوا ترجع. سيدنا محمد عليه السلام. منتظرك سيدنا الجوابين. محمد. قال سيدنا محمد. إجابة نهائية. اوكي. والإجابة أيوة. الصحيحة. دعني أقرأ الحديث. أحسنت. الإجابة الصحيحة، ساعدناك جدا. تستاهلين ولا يهمك. خلينا نقرأ الحديث يا أخ كريم. أقرأ الحديث يا أخ كريم. أقرأ الحديث قبل البداية بالسؤال الثاني. تفضل أستاذ السيد. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه قالت: إن النبي سحر وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه وكان يركب السرير ويظنه امرأته، وذلك بتأثير السحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم اليهودي، فأطلعه الله على السحر في بئر وقد أخرجه وأتلفه، وقتل بعد ذلك شهيدا سمى من سم يهودية اسمها زينب بنت الحارث عليه الصلاة والسلام. هو ماله في ايه؟ النبي في الجنة عادي. هو متأثر على الحديث لأن اليهود لعنة الله عليهم قتلت الأنبياء. هو ماله في ايه؟ أنا آسف جدا شباب. والله جاهزين السؤال الثاني؟ أنا آسف جدا شباب، أنا آسف جدا. اتفضل اسأل السؤال التاني. ومتأثر عشان اليهود يعني قتلوا رسول الله وسحروه. السؤال يقول، ركزي على السؤال جدا. نبي من أنبياء الله تزوج بنت صغيرة بالسن، من هو؟ يعني ما دام أسئلة دينية نتكلم على الأنبياء. نبي من أنبياء الله تزوج بنت صغيرة بالسن، من هو؟ بنت صغيرة. معاكي 30 ثانية. موسى. إجابة نهائية؟ تبحثين عن الإنترنت ولا شو؟ لا والله ما معيش تليفون تاني والله. نبي من أنبياء الله تزوج بنت صغيرة بالسن، من هو؟ في وسيلة مساعدة تانية صح؟ في الشيخ أبو عبد الله. اوكي نستعين بالصديق. استعين بالصديق. حاضر. كمبيوتر اتصلنا بالشيخ ابو عبد الله. هو السلام عليكم. الشيخ ابو عبد الله، كل عام وانت بخير. كل عام انت بخير ورمضان كريم عليك وعلى جميع متابعيك وضيوفك. اهلا وسهلا. معك اتصال من مكتب دبي تعلم واربح في شهر رمضان. معنا الاخت ايمان، محتاجه مساعدتك في سؤال. يا اهلا وسهلا بلبتنا ايمان، رمضان مبارك عليك اخت ايمان وينعاد عليك بالخير. الله عليك يا رب. شيخ ابو السؤال شيخ ابو عبد الله، السؤال هو نبي من انبياء الله تزوج بنت صغيره بالسن، من هو؟ طيب انا راح اساعدك بنتنا ايمان، راح انطيك بمكان الاربع خيارات 3 خيارات، بس انت ركزي
ويا الاخ كريم ويا الاستاذ حسين راح يساعدوك هم. الخيار الاول نبي ابراهيم، الخيار الثاني نبي محمد، الخيار الثالث نبي داود. ورمضان مبارك، وان شاء الله دائما بالافراح، واتمنى لك الفوز. شكرا جزيلا ابو عبد الله. شكرا شيخ ابو عبد الله. النبي ابراهيم. تفضلي استاذ ايمان. ابراهيم، محمد، داود عليهم الصلاه والسلام. نعم، محمد وابراهيم وداود. نعم. محمد وابراهيم وداود. نعم. Who's first one? Who's first one? ما معك وقت استاذ ايمان، دقيقه مع المستشار خلصت. تفضلي. محمد. اجابه نهائيه؟ يس. والاجابه صحيحه. الاجابه الصحيحه وهي السيده عائشه، كان عمرها 6 سنين. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: تزوجني رسول الله وأنا بنت 6 سنين، وادخلت عليه وأنا بنت 9 سنين، ولم يرعني أن يخيفني إلا الرسول لأنه كان بعمر جدي. كده سؤالين صح. سؤالين صح عندك. باقي عندك 3 كده ما عادش في وسائل مساعدة صح؟ ما فيش وسائل مساعدة، استخدمتين. انتبهي، لازم تجاوبين سؤالين صحيح. في 3 أسئلة عندك، أريد منك إجابتين صحيحة بالمية 100. اتفضل. حاول تجيب لي أسئلة سهلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطعون الصلاة 3. ما هما؟ 3 أشياء تقطع الصلاة، ما هما؟ تقطع الصلاة؟ تقطع صلاة الرجل المسلم، مش المرأة، الرجل. الرجل المسلم إذا صلى ومرت أمامه 3 أشياء تقطع صلاته. ما هي هاي ال3 أشياء؟ لا تفتحي التعليقات. ليش فتحتي التعليقات؟ لا والله مقفولة، أقسم بالله مقفولة. لا خلي حد عنده يجي يشوفها. مقفولة يا أخ كريم، مقفولة. أوكي، أنا آسف. لو عدى من قدامه 3 أشياء تفسد الصلاة قصدك؟ نعم. إذا رجل مسلم يصلي وعدت من أمامه 3 أشياء تفسد الصلاة، ما هذه ال3 أشياء؟ معك دقيقة واحدة، تفضلي. كريم، أعطيها وسائل مساعدة؟ لا ماكو، لا. خطية يا أوكي. هو عندها هي إجابتي صحيحة. تفضلي جاوبين استاذ ايمان. 3 أشياء تقطع الصلاة إذا مرت أمام المصلي، أي الرجل. ما هي 3 أشياء؟ لو امرأة عدت من قدامه، وبعد في شيئين آخر. أو حمار. نعم. أو حمار أو كلب. كلب أسود. إجابة صحيحة، بس كيف عرفت الإجابة؟ والله ما بحثت عليها، والله ما بحثت عشان تقول لي أنت بحثت. والله ما بحثت عليها. كيف عرفتيها؟ كيف عرفتيها؟ جاوبتيها 100%. أنا كان في دماغي امرأة وجي الكلب، لأن الكلب أصلا بيفسد الصلاة، يعني ما حد يكون بيصلي بيفسدها لو الكلب عدى، فأنا افتكرتها كده يعني. طيب دعني نقول لنا نعم. قال رسول الله عن أبي ذر رضي الله عنه، أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة 3: الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من دون الأبيض والأحمر؟ فقال: لأن الكلب الأسود شيطان، والمرأة تقبل بصورة شيطان. بس كريم، أنا ما فاهم الحديث كويس، يعني كيف المرأة 3 إجابات صحيحة عندك. بعد عندك إجابة واحدة صحيحة. سؤالين. هو باقي لي سؤالين ولازم أجاوب من السؤالين واحد صح. واحدة صح تربحين. نعم. أوكي. واحدة صح تربحين.
لا تقرأي من الانترنت يا ايمان. اربط الحزام. والله وحياة الأذان اللي بيأذن لربنا ما ببحث على الإنترنت. اربط برافو الحزام. عليك، برافو عليك، احسنتي، بارك الله فيكي. بارك الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: صوموا كما صاموا الذين من قبلكم. من هم الذين صاموا من قبلنا؟ ديانة قبل المسلمين كان عندهم صوم اسمه صوم شهر رمضان. من هم؟ يعني كانوا بيصوموا قبل الديانة. قبل لا يأتي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، بيصومون شهر وشهر اسمه شهر رمضان. ما هذه الديانة؟ ما فيش وسائل مساعدة صح؟ لا بعد ما فيش. بعد وسائل مساعدة انت تعطيك إجابة واحدة بس. يا ايمان أنا عارف. شدي حيلك، شدي حيلك. أنا بحاول أتذكر. خلص الوقت، تفضلي. ما أنا بتذكر. ديانة قبل الإسلام كانت تصوم شهر رمضان. ما هذه الديانة؟ ديانة كده. طب أي وسيلة مساعدة، أي حاجة. طب ادوني أي نبذة يعني. ما في شيء للأسف. ما يسمح لي، انا ودي اساعدك بس الاستاذ كريم هو المدير المسابقة، صدقيني. مش بإيدي أنا المسابقة تتراقب حسنا. مراقبة لين لازم يقولوا الشيخ أبو عبد اللي الله يعرف بالدين إيمان شايفه يستحق يربح. هيك يلا قال. تفضل أستاذ إيمان، ما عندنا وقت. أرجوك علشان متسابقين غيرك، عندي 4 متسابقين غيرك بعد علشان نخلص الليلة هاي. ديانة قبل الإسلام كانت تصوم شهر رمضان. لكل المسابقة على فكرة باقي دقيقتين، وهذا السؤال طولنا به كثير. يلا اعطيني إجابة من فضلك. يلا يا اختي إيمان. ديانة اليهود؟ قبل الإسلام تصوم شهر رمضان. اليهود. إجابة نهائية. ولا المسيحيون؟ اليهود أو المسيحيين. إجابة نهائية. إيه؟ إجابة غلط للأسف، هم قال الحرانيين. قال ابن نديم رحمه الله في الفهرست، وقال أبو الفرج الأصفهاني قال: وكان الصابئة الحرانيون يعيشون في الشام ويصومون ويفطرون على الهلال، وكانوا مين بقى؟ يعبدون الكواكب، اسمهم الصابئة الحرانيون. الصابئة الحرانيين يصومون شهر رمضان 30 يوم، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وغلدهم. باقي له سؤال أخير. اي باقي لي سؤال اخير اكيد. يا الله، باقي بإذن لك سؤال واحد واريد اجابه 100% صح. يا رب اختار لي سؤال سهل بقى. والكمبيوتر هو اللي يعطيني، انا ما بيديش انا. ربط الحزام. تكبيس يا أيها الأخوة والأخوات، ربط تكبيس. الحزام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكون سهل. يا الله. السؤال يقول: عدد آيات القرآن الذي تحث على جهاد غير المسلمين، يعني على قتال الكفار، كم عدد هذه الآيات؟ عدد آيات القرآن إيه؟ عدد آيات القرآن الذي إيه؟ تحث على قتل اليهود والنصارى والمشركين والملحدين. كم عدد الآيات في آيات الجهادية اللي تقول: جاهدوهم أينما وجدتموهم، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم في كل مرصد. الآيات القرآنية الذي تحث على قتل اليهود والنصارى والصابئين واليجوس والملحدين، يعني المشركين بالكامل. يعني كم عدد هذه الآيات؟ كل المصحف 6000 آية، صور المصحف 114 سورة. لا، عدد آيات القرآن 6236. أنا عارف. أيوة. أنا ما أريد عدد آيات المصحف، أريد عدد الآيات اللي تحث على الجهاد فقط. بس لا تبحثين، ها شيلي عينك. والله العظيم أبدا، والله ما ببحث. أنا لو ببحث يعني كنت جاوبت من بدري، كنت كسبت. ما هي الإجابات بجوجل.
تجدها بسهوله يعني لا، ما انا مش بدور يعني، انا بحاول اتذكر يعني. استاذ ايمان معنا اقل من دقيقه. عدد الآيات التي تحث على قتل اليهود والنصارى والصابئيين والمشركين في القرآن الكريم. نعم. 30 ثانية فقط، تفضل. انت ست مش حدا هيقدر لك يا ايمان. هي في آيات كتيرة قوي يعني، سورة البقرة فيها وآل عمران والتوبة. وسورة التوبة، بس العدد الآيات كلها يعني. هي آيات كثير تحث على قتل الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. أحسنت يا أختي. يعني في آيات كتيرة جدا يعني. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. طب ما فيش أي وسائل مساعدة؟ طيب انتهى الوقت. تابعين. أعطينا جواب نهائي يا إجابة إيمان. نهائية. إجابة نهائية. والإجابة خطأ. للأسف. ليه بس؟ 206 آية. 206 ما شاء الله. آية تحث على قتل. نعم. عادي، حظ أوفر بقى، عادي مش مشكلة، ماليش نصيب. ربحنا يعني، كسبنا شوفتك وتعرفنا عليك، انت انسانه محترمه. الله يخليكم، والله تشرفت بكم، وكفايه المعلومات اللي انا استفدتها منكم. عندنا رسالة لك قبل لا تروحي. اتفضل. أنا وكريم نحن مسيحيين، وعاوزين نسألك إزاي رب يؤمر بقتل الناس؟ إزاي نبي ينكح أطفال؟ إزاي نبي مسحور ويشبهك بالحمار والكلب؟ يعني يقول لك الكلب الأبيض أحسن منك وأنت امرأة. يقول احنا مش مسلمين يا استاذ ايمان، سالناك هذه الاسئله لكي تفكرين بالدين بس. هل هذا لا الدين؟ لا يعني بص هقول لك على حاجه، ان انا اخدت منكم معلومات، دي حاجه كويسه، بس ان انت تقول مثلا يعني معلش راجع مش المعلومات، راجع شو؟ البث عندك مسجل، راجع المعلومات وابحثي عليها بدقه، واسالي نفسك كيف يكون دين من الله مع هذه الاسئله؟ كيف يقول دين الله؟ ازاي يكون دين من الله؟ المسيح هو الحق اختي، اتبع المسيح. شو نبي يتزوج طفله، ازاي؟ نبي يغتصب اطفال، يتجوز طفل عمره 6 سنين. نبي يكون مسحور ومسموم مات؟ يعني انا مش فاهماكم، بس عايزه استوعب اللي انتم بتقولوه، بس يعني انا عايزه استوعب يعني شو عم تقصدوا يعني. سالناك اسئله حساسه علشان تفكرين بالموضوع. هذا الدين لا يمكن يكون من الله، هذا صناعه بشريه. لا يمكن نبي مرسل من الله يكون يعيش مسحور ويموت مسموم، مش ممكن. ويقتل الناس لا يمكن نبي يجي عندنا 206 آية قرآنية تقتل الكفار الغير مسلمين، مش ممكن. مش ممكن. لا يمكن نبي مع عمره 56 سنة يتزوج طفلة، مش ممكن. هاي الأسئلة سألناك إياها. ما في نبي يركب السرير وفكره مرته، هذا مجنون. ما في نبي يعيش مسحور ويموت مسموم. هربت انصدمت. راغب الله يسعد معها.